السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله اموركم كلها تكون بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناه ربيعه فلاح. ان شاء الله اليوم فيديو جديد وفكره اللي هي جديده، ان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم بزاف بزاف. غنتشارك معكم افكار اللي هي رائعه، غنتشارك معكم الحريره بلا ما تطحني لا مطيشه ولا توجدي حريره في 10 ديال الدقائق واجده بسرعه. يعني اي وحده توجد الحريره سواء العاملات او اللي جالسين في الدار، ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر هكا باش تعرفوا على السر. كذلك كنتشاركوا معكم باش تجيكم الحريره بهذا الشكل هذا وخاتره وبنينه، البنه اللي تيقلب عليها كل شيء وسريعه سريعه. الاهم انها حريره اللي هي سريعه. نبداو على بركه الله. هنايا اول حاجه، هنايا دائما تنقول لكم نتشارك معكم هذيك الاشياء اللي تنجمدها معكم في المجمد. شاركت معكم هاد القوام ديال الحريره، ان شاء الله نخليه لكم الرابط في صندوق الوصف. كيف كتلاحظوا راه هما هادو. كناخذ ميكا من هذيك القوام اللي درنا. بطبيعه الحال كنعرفوا القوام فيهم الحمص، الكرافس، المعدنوس والربيع، البصله شلطتها، المطيشه مركزه حتى هي درتها، والعدس. وهذا الشيء كله راه دخلوا لهذا الفيديو غيعجبكم بزاف بزاف. كيف قلت لكم غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وهذا هو السر باش كتجي الحريره ديالنا بنينه، هو اننا نقليو هذيك البصله. خديت كيف لاحظتم هذيك الميكا، خديت هذاك الجزء اللي فيه البصله وشويه ديال الربيع. هنايا اولادي بغاوها بالدجاج، فات لي وسبق لي وتشاركتها معكم باللحم. المهم ديروا نتوما اللي عندكم، سواء غير العظومه راه مزيان، حتى هما قليوهم. كندير شويه ديال زيت المائده، درت واحد 4 كاس ديال زيت المائده. درت هنايا البصله كيف قلت لكم وقليت مزيان، الملحه الكافيه اللي غتقدني بديك الحريره درتها. وقليت ديك البصله هي وهذاك الدجاج مزيان مزيان وهذيك الزويته حتى طرخات عندنا ديك البصله مزيان. وعاد ضفت هذوك القوام ديال الحريره كاملين اللي فيهم العدس الحمص. هنا راه الحمص طايب والعدس مفزق. كيف قلت لكم دخلوا للفيديو غتتفهموا بزاف شنو درنا هنايا. بالنسبه للمطيشه كيف لاحظتوا راه انا درتها كيف ما هي مطيشه. هنايا عندي حجم اللي هو كبير، درت 5 ديال المطيشات اللي هما حمرين من حجم اللي هو كبير. درت معلقه كبيره، معلقه صغيره عفوا ديال البزار او الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم عرق، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير، ومعلقه ونصف ديال الفلفل الاحمر او التحميره. صافي. وكنضيف الماء اللي هو طايب. هنا ضروري ترغويو الحريره ديالكم بالماء اللي هو غليان. ملي كتكونوا كتقليو ديروا الماء يطيب، هو اللي غترويو به. ماشي ما كتاخذوش الماء الكافي كله، كنديروا غير القياس اللي غطيب فيه هذوك القوام ديالنا. صافي. هنايا غنسد فقط منين تبدا تصفر الكوكوط، غنحسبوا 10 ديال الدقائق فقط، ما تفوتوهاش البنات. 10 ديال الدقائق وحلوا على الحريره ديالكم. وهانتوما راه كتهزوا هذيك مطيشه كتلقاوها طابت، وراه القوام ديالنا هنا كلهم طايبين. حيت الحمص البنات راه حنا بالنسبه للبنات اللي ما متبعينش القناه، الحمص هنايا اللي استعملنا راه طايب، طيبته معكم في هذاك الفيديو اللي كي قلت لكم غنزل لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. صافي. هنايا كيف لاحظتوا ها هما القوام طايبين مزيان والحمص طايب الزبده. ها انتم شفتوا غزال هذاك الشيء طيب على حقه وطريقه. حريره ساهله كتجيك، عرفتي تصوروا الحريره تجيك ساهله، تنوضي في اخر ساعه وتوجديها بالزربه 10 دقائق كيف قلت لكم. طيب الحريره ديالكم وتحطوها واجده. صافي. هنا المطيشه ديالنا كيف لاحظتوا بقات صاينه، حيدت لي هذيك القشره اللي كتعزل من الفوق وصافي كنطحنها هنايا في هذا الهشوار هذا. وكنرجعوا هاد الطريقه هذه كتخلي مطيشه كتطلق واحد البنه زوينه. حيت راه ما كنضيفوها حتى للاخر عاد كنطحنوها عاد كتطلق هذيك المذاق ديالها وكتجي هاد الحريره بنينه. جربوها وردوا عليا الخبر، ان شاء الله غتولي معتمده عندكم في هذا رمضان هذا. ان شاء الله الله يدخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه، والله يبلغنا اياه لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله بالصحه والسلامه للجميع. صافي. هنايا كيف لاحظتوا طحنت ديك مطيشه ضفتها على الحريره ديالنا. صافي. هنا الماء راه عندي غليان عفوا الماء عندي غليان. صافي. كنزيد نكمل الرواء ديال الحريره ديالي الكافي، يعني القياس اللي نتوما باغيين في الحريره ديالكم كنضيفو. وكنضيف هنايا القليل من الشعريه اللي هي رقيقه.
اولا متوسطه على حسب كل واحد كيفاش كيبغي الحريره تكون صافي. وهنا غندورها صافي. ملي كنضيفو مباشره الشعريه كنبدا ندور الحريره ديالي. هنا راه عندي الماء والطحين، راه كلنا تنعرفوا باش كندوروا الحريره. كاين اللي دورتها معكم العام اللي فات شاركتها معكم كذلك، دورناها بالخميره البلديه. غنخلي لكم الرابط هي في صندوق الوصف. هنا درت غير الطحين الفورص اولا الدقيق الابيض، ودرت الماء وطحنتهم ودورت بهم الحريره. ما تقويوش الطحين بزاف في الحريره ديالكم. هنايا اخر مرحله كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال السمن الحار اللي كيعطي مذاق خطير للحريره، وواحد الربع معلقه ديال القرفه. البنات تشجعوا ديروا هاد الخطوه هذه، راه كتجي الحريره مذاق اللي هو خطير. هاد القرفه هذه كتعطيها واحد البنه غزاله، اضافه لهذاك كلشي اللي تشاركت معكم في هذا الفيديو هذا. صافي هذه اخر مرحله وباقي لي هنايا. منين صافي كندوروها كنضيف هنا القليل من المعدنوس وشويه الكرافس كنخليهم حتى لاخر مرحله. منين نقرب نطفي عليها صافي كنضيفهم وصافي. هنا راه الحريره ديالنا طايبه. كنخليو هذاك الطحين يطيب تقريبا واحد 5 ديال الدقائق راه كافيه باش يطيب لكم هذاك الطحين اللي دورنا به فقط. صافي هنا الحريره ديالي راها واجده. غنطفي عليها وما تقلوهاش كيف قلت لكم. ملي تجيو تضيفوا التدويره ديالكم ما تقلوهاش، خليوها خفيفه شويه، وهي منين كتبدا طيب راها كتبدا تقال. وكل واحد كيفاش كيبغيها. المهم انا كنبغيها بهذا القوام هذا، كتجي غزاله ولا اروع، كتجي بنينه بنينه. كيف لاحظتوا هذه هي الحريره ديالنا غزاله. اللي اهم انها سريعه. البنات هذوك التحضيرات اللي كنتشارك معكم والله راه تيفيدوا بزاف بزاف. كل واحد كيبقى ليه وجهة نظر ديالو. كاين اللي تيبغي يقول لك بانني نوجد الحريره في ساعتها. اختي الا عندك الوقت وجدي الحريره في ساعتها. راه الله يحسن العوان بنادم تكون عنده بزاف ديال الاشياء تابعاه وبزاف يعني كنبغوا وكنتشجعوا يعني بلا رمضان بلا حتى شي حاجه كنبغوا نتشجعوها. كنوجدوا الحريره ديالنا لكننا موجدين بحال هاد الاشياء هذه ومحاطينها. راه غير كتجبدي وكطيبيها اولا تقدري توجديها لشي حد جاي عندك اولا جا عندك على غفله وبغيتي تشهي تبغيتي تحطي الحريره. راه غير كتجبدي من الفريغو في البلاصه. راه تصوروا البنات 10 دقائق 5 دقائق باش دورتها صافي. المجموع هو 15 دقيقه. الحريره ديالكم كتكون واجده وتمتعوا بها. هنايا قدمتها مع بطبيعه الحال الشباكيه والتمر والبيض والحامض خليته. كاين اللي كيضيف الحامض ملي كتكون كطيب الحريره في اخر مرحله، ولكن كنفضل انني نحط الحامض هكا. اللي بغاه راه تيضيفو واللي ما بغاش كيخليه ما كيضيفوش. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم ومرحبا بالتعاليق ديالكم والافكار اللي بغيتوني ننزلها معكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم حريره ديال اليوم وانا اكيده. والى اللقاء فيديو قادم بحول الله.